اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشكر جميع المشتركين في القناة، أشكركم جدا. أرجو عدم نسي اللايك أرجوكم. قصتنا اليوم عن ريم. ريم كانت فتاة في 20 من عمرها، وكانت تدرس بإحدى الجامعات. كانت ريم شديدة الطيبة بين زميلتها، وكانت ذات شخصية غريبة، فقد كانت ريم لا تميل إلى الحب مثل زميلتها، فهي لا تعترف بالحب. كانت حياتها مليئة بالرحلات والسفر والقراءة. وذات يوم راودها حلم غريب، فقد حلمت بشاب وسيم الوجه وطويل القامة، كانت تحبه، وذهب إلى عائلتها ليطلبها للزواج. وكان هذا الحلم يراودها كل يوم، فترى نفس الشاب في الحلم كل يوم. وفي يوم من الأيام أعلنت الجامعة عن رحلة إلى الغردقة، فطلبت ريم من زميلتها الاشتراك معها في هذه الرحلة، وبالفعل اشتركوا زميلتها فسافروا جميعا. استمتعوا بالرحلة، وفي يوم من الأيام ذهبوا إلى إحدى المولات للتسوق، وبينما كانت تسير ريم بالمول اصطدمت بشاب طويل القامة، وعندما نظرت ريم إليه أصابتها الدهشة. عندما رأت ملامحه شعرت بشعور غريب، فهذا الشاب ليس غريبا عنها، فقد رأته في كثير من المرات وتعرفه جيدا، ولكنها لا تتذكره. اتجهت ريم مسرعة إلى الشاب لتتحدث معه، ودار الحوار بينهم. قالت له ريم: كيف تصطدم بي هكذا؟ رد الشاب عصبية: انت كنت تسرين بدون تركيز. ردت ريم عليه: أنا لست مخطئة. في تلك اللحظة مسك الشاب يد ريم وهو يقول: أنا لست مخطئ. شعرت ريم في هذه اللحظة رعشة قوية، وبسرعة نبضت قلبها، فسحبت يدها بسرعة من يد هذا الشاب وتركته وذهبت، وظلت تفكر وتحدث نفسها وتقول: أنا أعرف هذا الشاب، أعرفه جيدا. ونادت عليها إحدى زميلاتها تخبرها أنهم سيذهبون إلى حفلة بالشاطئ في المساء. فرحت ريم كثيرا، وفي المساء ذهبوا إلى الحفلة. ولكن عندما ذهبت ريم إلى الحفلة تفاجأت ريم بوجود هذا الشاب بالحفلة، والشاب أيضا لاحظ وجودها، ففكر الشاب أن يأتي إليها ليعتذر منها، ولكنه خاف من ردة فعلها. وبالصدفة عرفت إن صديقتها جارته، وعندما رأى جارته تجلس مع ريم وتتحدث معها أخذته الجراءة وذهب ليتعرف عليها. وبالفعل ذهب إليها واعتذر لريم عما حصل منه في الصباح في المول. قبلت ريم اعتذار الشاب، وأخذا يتحدثان لبعضهما البعض فترة طويلة، ودار بينهم أحاديث في موضوعات مختلفة، ومر الوقت سريعا بينهما. لم تشعر ريم بمرور الوقت إلا عندما نادت عليها صديقتها بأنه حان وقت الرحيل. وعندما رجعت ريم إلى الفندق وأخذت تفكر بهذا الشاب تذكرته ريم، فهو ذلك الشاب الذي يأتي إليها كل يوم في الحلم. وتمنت ريم رؤيته مجددا. وفي صباح اليوم التالي بدأت ريم تبحث عن هذا الشاب، لكن دون جدوى. وحزنت ريم عندما تذكرت أن اليوم هو آخر يوم في الرحلة. وكما كانت ريم تبحث عن الشاب، كان أيضا الشاب يبحث عن ريم، لكن لم يرى أي من الآخر. وانتهت الرحلة وعاد كل منهما إلى حياته الطبيعية. وفي يوم من الأيام ذهبت ريم لتشتري ثياب جديدة لها، وعندما دخلت إحدى المحال التجارية رأت ذلك الشاب، وكأن التاريخ يعيد نفسه. وعندما الشاب ذهب إليها مسرعا وطلب منها أن يذهبوا
أن يذهبوا لتناول الغداء في مكان قريب، ولم تتردد ريم في الموافقة على الرغم من أن ذلك كان عكس مبادئها، فهي لا تعرف الحب، ولكن هذه المرة كان قلبها هو المتحكم. وأثناء جلوسها مع هذا الشاب ذهلت عندما أعلن أنه يحبها وأنه يريد أن يتزوج بها. ورغم ذلك الذهول إلا أن قلب ريم كان يرقص فرحا. وبالفعل ذهب الشاب مع أهله لخطبة ريم ووافق أهلها، فقد كان الشاب ذو سمعة طيبة، وتزوجا وعاشا مع بعض حياة هادئة وسعيدة. هذه القصة يجب أن ندرك كل منا معرض لصدفة قد تغير حياته للأبد. فهذا الزواج بين ريم والشاب بدأ باصطدام وانتهى بالعيش في بيت واحد، فلم يكن أي منهما يتوقع حدوث شيء كهذا. فالحب هو الشيء الذي يعطي الأمل والنور لكل فرد، ويعطي القوة للاستمرار في هذه الحياة، ويعيننا على مواجهة صعاب ومشاكل الحياة. فالحب اختصار لكلمات وعبارات كثيرة، منها الدفء، منها الحنان والسعة. فكل شخص منا يستعين بحبيبه في الكثير من الأمور. فعندما نسعد نبحث عن الحب، وعندما نحزن نبحث عن الحبيب لننسى هذا الحزن. فالحب هو الذي يعطينا القوة لمواجهة الأحزان والهموم.